عشان تقدر تدرس المنافسين بتوعك كويس لازم تفهم ان في نوعين من المنافسين، في المنافسين المباشرين والمنافسين الغير مباشرين ليك. طيب المنافسين المباشرين دول المنافسين اللي بيبيعوا نفس المنتج بتاعك بس بشكل مختلف. يعني على سبيل المثال لو انت عندك مطعم بيتزا، المنافسين المباشرين ليك هيبقوا مطاعم البيتزا في منطقتك. بالنسبة للمنافسين الغير مباشرين، هم بيبيعوا منتج مختلف عن المنتج بتاعك بس لنفس فئة الجمهور ولنفس الناس. يعني على المثال بتاعنا مطعم البيتزا، المنافسين الغير مباشرين بتوعه هيبقوا كل مطاعم الأكل زي مطاعم البرجر ومطاعم الباستا ومطاعم البروست. ولأن كل مطاعم الأكل هتحاول تشد انتباه نفس ذات العميل، تعمل له إعلانات ودعاية ومحتوى عشان تشد انتباهه ويروح مطعمهم. فنصيحة مني لو انت صاحب بيزنس او عندك شركة، لازم تدرس السوق ولازم تدرس المنافسين بتوعك سواء المباشرين وسواء الغير مباشرين. تدرس اعلاناتهم وتشوف ايه اللي بيجيب نتيجة وتشوف الرسائل التسويقية بتاعتهم، بحيث ان انت تكسب المنافسة على قد ما تقدر. ربنا يوفقنا جميعا.